نصحان، ضعفان، كرشك مبين، ضاعف حالك، مخارك كبير. اليوم حنحكي عن سم اللسان وعن هالناس اللي نصبت حالها لجنة تحكيم علينا وعلى أشكالنا وعلى حياتنا. هيدي الجمل اللي بنرميها بوجه البعض بكل برودة أعصاب. تعرف شو ممكن تعمل؟ تعرفوا إنه الكلمة اللي بتطلع من اللسان ممكن تكسر قلب إنسان وتخليه ما ينام كل الليل؟ الموضوع صار بخوف. بتفوت على مناسبة كلياتنا عم نتعرض لهالأمور هيدي. بنفوت على مناسبة، جمعة أصحاب، سهرة عائلية، عرس، خطبة، بدل ما تسمع مرحبا يا غالي، كيفك، نورتي يا قمر، ببلشوا ليش هيك نحفانة؟ ليش هيك نصحانة؟ ليش مخارك كبير؟ ليش وجهك شاحب؟ ليش وجهك مربرب؟ ضعفي حالك، شو عاملة عمليات؟ نافخة تمك. يا اخواتي، الشخص اللي قدامكم انتم ما بتعرفوا شو عم يصير معه، ما بتعرفوا الظروف اللي عم يمر فيها. في ناس عم تاخد ادويه بتنفخ، بتنفخ يعني في ناس عندها غده، هرمونات عم تلعب. في ناس عم تمر بظروف نفسيه عم تمنع انه تاكل او عم تخليها تفش خلقها بالاكل. شو بعرف منهم هيدول. ليش صار عندنا هيدا الفضول القاتل انه نحن نقيم اشكال بعضنا؟ صار كل همنا انه نعطي راينا بالعالم. ليش بنفكر انه نحن من حقنا الطبيعي انه نعطي راينا بكل شخص، ويمكن هو اصلا لا طلب راينا ولا بده يسمعه؟ في زلم عم تعاني من امراض صعبه ومخبيتها. في نسوان وستات عم يعملوا دايت، وفوق كل هذا دايتهم بيكون كتير قاسي بس جسمهم ما عم يتجاوب. لما بتيجي انت وبكل برودة اعصاب بتقول للواحد شو هذا نصحان، شو صاير عندك كرش، انت ما عم تنصحه، انت عم ترش ملح على جرحه، انت عم تأذيه. الجمال الحقيقي اخوتي مش بالوزن ولا بالشعر ولا بالوجه ولا بالنفخ ولا بالضعف. الجمال هو بجبر الخواطر. يعني إذا عندك كلمة حلوة ترفع المعنويات احكيها، ارفع له معنوياته. ما عندك، لك اسكت، اسكت، لأنه السكوت أوقات بيكون صدقة لروحك ولغيرك اللي عم تأذيه. اترك الخلق للخالق، ما حتعرفون أنت أكتر منه. يا بشر، يا عالم، نحن بشر، مش فلاتر. مش فلاتر على السناب شات يعني. نحن بنكبر وبنتعب، بنمرض، بنتخن وبنضعف. هيدي الحياة الطبيعية، كلياتنا معرضين. مش كلياتنا فينا نعمل نحت أو نفخ. بدل ما نكون سند لبعض صرنا عم نزيد الضغط النفسي على بعض، صرنا عم نأذي بعض بالحكي، لدرجة إنه في ناس بطلوا يشوفوا حالهم بالمراية. صار عندهم عقدة نفسية من وراء حكي العالم. صار بيطلع بالمراية بيقول لك مين هيدا؟ هلا بدي اطلع لبرا والعالم تشوفني وتجرحني بكلامها. رسالتي الأخيرة لكل واحد ووحدة لسانهم مفلوت ما بيقدروا يضبوا لسانهم، قبل ما ترموا الكلمة فكروا، حطوا حالكم ولو مرة واحدة مكان هالشخص التاني. تخيل في حدا عم يجي يقول لك ليش نصحان؟ ليش كرشك؟ ضب كرشك. الكلمة الطيبة طالعة والبشعة طالعة، بس الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الجارحة دين. دين رح ترده من صحتك ونفسيتك بكرة. اتركوا الناس بحالها، اللي فيها مكفية. ما حدا بيعرف شو في ورا الوجوه، ولا حدا بيعرف مرض التاني شو هو، ولا حدا بيعرف شو هي الظروف النفسية والمرضية اللي غيرت أشكالهم. اللي بده ينصح ينصح بسر وبأدب وبكلمة طيبة. وإذا فعلا بتقدر تساعد، ساعد، ساعد بالكلمة الطيبة. غير هيك خلي الكلام لإلك. وبتمنى تكون وصلت رسالتي ولا تاخدوا الموضوع بشكل شخصي. نحن عم نحكي على العالم اللي عم تأذي، انتو ما في منكم.
هذا البرنامج برعاية تورابيكا، المذاق الحقيقي للقهوة. وهلأ إجا وقت سؤال حلقتنا لليوم. سؤال الحلقة: في أي سنة هجرية فتحت مكة؟ اللي بيعرف يكتب لي بالتعليقات، رح اختار جواب منكم يربح معي فطور لشخصين بألمانيا، بأوروبا أو بأي دولة بالعالم. ولا تنسوا أنا معكم كل رمضان. بشوفكم بكرة ورمضان كريم.